كان زمان لما اللبن يغلي في بيت جدتنا كنا نستناه يهدى عشان نلم الوش ده اللي هو القشطة. في مصر بنقول عليها قشطة والشام كمان. أما المغرب بيسموه كريمة الحليب. والسمنة تقولوا عليها بلدي، سمنة عربي، سمنة حار. المهم، من القشطة دي كانت كل ست بيت شاطرة تطلع منها سمنة بلدي ريحتها تملى البيت وطعمها ما يتنساش. عايزة أقول لكم بتطلع مرملة زي ما شفتوها كده بالظبط. وهنعملها النهاردة في الوصفة ما فيهاش أي تعقيد ولا مواد حافظة. كل اللي فيها طبيعي ومن غير تعب. كله بخطوات بسيطة وكمان الطعم هيوديكوا لغاية الزمن الجميل. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا القشطه دي مكلفتنيش اي حاجه خالص. يعني انا كل ما اجيب لبن واغليه، اخد القشطه بتاعته واحطها في العلبه واعينها في الفريزر لغايه ما جمعت الكميه دي كلها. وطبعا البوله الصغيره دي كانت تجميعه كده في اكياس لغايه بقى ايه ما جمعت شويه حلوين. وقلت ان شاء الله هعملها النهارده معاكم. اول حاجه كده نزلتها من الفريزر، حطيتها في التلاجة من تحت ليله كامله. فكت براحتها خالص وتاني يوم اشتغل فيها. اول حاجه كده جبت بوله وفضيت فيها الكميه كلها، وتلاقيت البوله كده يعني كميتها مش هتاخدهم كلهم وانا بشتغل فيها. فجبت طبق اكبر وحطيتهم فيه وبدات اضرب. عايزه اقول لكم ممكن تستغنوا عن المضرب الكهربائي وتعملوه بايدكم وتقعدوا تربوها كده لغايه ما ترمل معاكم وتنزل الشرش بتاعها. وعايزه اقول لكم بتبقى عامله شبه الحبيبات كده. يعني ما تربوهاش كتير لو انتوا هتعملوها على ايديكم او بالمضرب لغايه ما تلاقوها عملت زي حبيبات كده وخلاص، وتبداوا ايه تشيلوها. عايزه اقول لكم المده بالظبط 5 دقايق يعني، ما تزودوش عن كده عشان ما تسحش معاكم بقى. قعدت ضربتها كويس كده ولميتها بالاسباتولا زي ما انتم شايفين لغايه ما بالشكل ده كده. هبتدي بقى ايه اشوف الخطوه اللي بعدها. عايزه اقول لكم لو انتم شايفين الفيديو معايا لغايه دلوقتي متنسوش حبايبي تشجعوني باللايك بتاعكم. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه جبت بوله كده ونزلت فيها بميه متلجه كده وعامله ميه فيها يعني تلج تلج كده مش اي حاجه يعني. ودي خطوه مهمه جدا عشان تعملوا باقي خطوات القشطه بتاعتكم او السمنه بتاعتكم. بعد ما جهزت الميه المتلجه دي، لازم تكون متلجه يا جماعه. بدات بقى اخد كده اعمل كور كده من القشطه اللي انتوا شايفينها اللي احنا ربيناها مع بعض. وابتدي اضغط عليها كده وانزل الشرش بتاعها. عايزه اقول لكم الشرش ده بناخده ونجمعه كده في بوله او تحطوه في الفريزر كده لما تيجوا تعملوا معجنات تبداوا تشتغلوا بيها. عايزه اقول لكم بتخلي الطعم في حته تانية خالص. وبدات اعمل كور بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وكل كوره احطها في البوله اللي كان فيها ميه متلجه. شايفين يعني التلج قد ايه. الخطوه دي مهمه جدا. وبعد ما تطلعوها كده الكورة بتاعتكم من المية المتلجة تبدأ تحطوها في صينية أو في حاجة مفرودة كده عشان تجمعوا بقية الكمية. وتقدروا تقفوا عند الخطوة دي لو مش حابين تعملوا السمنة في اليوم ده. تقدروا بقى تلفوا كل واحدة منهم في ورق استرتش كده وتحتفظوا بها في الفريزر لليوم اللي انتوا عايزين تسيحوا فيها القشطة بتاعتكم. لكن أنا هسيحها على طول. عايزة أقولكم أخدت الصينية دي قعدتها في الفريزر 10 دقايق قبل ما أولع عليها. بعد كده ال10 دقايق وجبت الحلة بتاعتي. وعايزة اقول لكم على نصيحة، لو عندكم حلة ألمونيوم عايزة اقول لكم حلوة جدا في تسييح السمنة. بتاخد راحتها كده وكمان بتضمنوا اللي ما تتلسعش معاكم الزبدة او السمنة بتاعتكم. عايزة اقول لكم انا حطيت شياطة كده لو عندكم الشياطة تحت الحلة عشان دي حلة ستانلس ممكن تتلسع معاكم. لكن الحلة الحمد لله ومشيتها تقيلة شوية. ومع ذلك برضو يعني زيادة حرص لازم تحطوا حاجة كده تحتيها أو حتى حلل سيراميك. عايزة أقول لكم ممكن تلسوعها معاكم من تحت. فضمان يعني حطوا كده الشياطة دي اللي بتحمي معاكم الحلة من تحت ما تشيطش حاجة. الخطوة دي حلوة جدا وتضمن لكم يعني اللي ما يحصلش أي حاجة إن شاء الله في السمنة. عايزه اقول لكم بقى بسيبها على النار. ويا جماعه كل شويه لازم نقلبها ما ينفعش نتركها خالص. عايزه اقول لكم انا سبتها شويه لغايه ما فكت. وبعد كده كل شويه جبت معلقه كده وافضل اقلب فيها. وهي طبعا لسه شوية عليها عشان تستوي وأضمن اللي هي استوت كويس. وبعد ما دخلت في الغليان كده بدأت أقلبها واخد أي رغاوي كده على الوش أتخلص منها. واسيبها بقى كل شوية أقلب فيها يعني كل 5 دقايق كده أقلب فيها. وابتدي اقلب المرتة من تحت كده عشان هي بتبدأ تترسب تحت. عشان لو سبتوها كتير ممكن تتلسع معاكم. انا بقى ايه كل شوية اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده لغاية ما هتلاقيها فصلت معايا. ولسه شوية طبعا شايفين السمنة بدأت تطلع فوق الوش ازاي. هنا بعد ما عدى ساعة وربع. طبعا كل كمية يعني مدة الساعة بتاعتكم على قد الكمية اللي انتوا عامليها. انا الكمية بتاعتي قعدت معايا ساعة وربع.
كل شوية اقلبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده لغاية ما السمنة فصلت. تلاقوا السمنة فوق كده والمرتة تحت. هنا اتأكدت ان السمنة كده استوت معايا. عايزة اقول لكم كده ما شاء الله تقدروا بقى تشيلوها وتصفوا السمنة. شايفين المنظر؟ تقدروا تسيبوها اكتر من كده لو انتوا بتحبوا المرتة غامقة عن كده. بس نصيحة يعني كل ما هتسيبوها كل ما هتغمق معاكم السمنة بتاعتكم. كل ما يعني تشيلوها لونها فاتح بتديلكم السمنة لونها فاتح برضو. جبت بقى هنا حلة استانلس كده صغيرة وحطيت مصفى. ويا ريت المصفى ما تبقاش بلاستيك عشان ما تسحش معاكم من السخونية. تجيبوها كده اللي هي معدن. وبدأت أصفي طبعا عشان لو في أي مرتة ما تنزلش في السمنة بتاعتي. واخدت بقى الكمية دي وتجيبوا بقى برطمان ما شاء الله كده نضيف وناشف كويس. ويكون يستحسن ازاز عشان يستحمل السمنة بتاعتكم وهي سخنة كمان. وكمان بيحافظ عليها مدة اطول. يعني لو انتوا عندكم بقى بلاستيك تقدروا تسيبوها لما تهدى تماما وتبدأوا تصبوها برضو. وهي تنفع يعني ايه يعني وهي سايلة كده بس هدت تماما عشان ما تسيحش معاكم اي حاجة بلاستيك. لكن الازاز طبعا انا بحب احطها في الازاز. وبحتفظ باي برطمان حلو كده اكون جايباه. مش لازم تشتروه يعني اي برطمان حلو عندكم احتفظوا بيه لحاجه زي كده. وببتدي بقى ايه افضي كل السمنه اللي انا نزلتها بالشكل ده. بصفي المرتة كده في المصفى. وبعد كده ابتدي اصبها بقى في البرطمانات زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم وفرت قد ايه وعملت برطمانين كده سمنه. عايزه اقول لكم لو اشتريتوهم هيشوفوا هيكلفوكم قد ايه. عملتهم بكل بساطه وبحاجه في البيت. يعني مكلفتنيش اي حاجه خالص. وهنا بقى خلصنا السمنه البلدي بتاعتنا وحطيناها في برطمانات وسيبناهم يبردوا ليله كامله. عايزه اقول لكم منظرها يفرح والريحه ما شاء الله تجنن. خلت المطبخ كده يحكي حكايات زمان. عايزه اقول لكم ما شاء الله الريحه والطعم حاجه اللهم بارك. سبتها ليله كامله. وعايزه اقول لكم بالليل البرطمان الصغنطوط ده يعني تماسك بدري ما شاء الله لان الكميه فيه مش كتيره. والبرطمان الكبير ده تاني يوم اتلاقيته ما شاء الله الصبح يعني ما شاء الله تماسك كمان لان الكميه فيه اكتر. شيء عايزاكم بس تشوفوا الترميلة بتاعتها عاملة ازاي. والله احلى من اللي انتوا بتجيبوه من بره مليون مرة. وكمان موفرة وعاملينها بحاجة ما كلفتناش حاجة ممكن ترموها كده وما تاخدوش بالكم منها خالص. عايزة اقول لكم القشطة دي حاجة مهمة جدا ان انتوا تخلوها في البيت. بتوفر حتى لو اشتريتوا مرة المرة اللي بعد منها تكونوا انتوا ما شاء الله من خلال اللبن اللي بتغلوه وتحوشوا القشطة بتاعته بيطلع لكم كمية قد ايه. شايفين الترميلة؟ نفسي تشموا ريحتها. حاجة كده تحفة. وتقدروا تحفظوها كده في البرطمانات وتبقى عندكم كده في المطبخ او في التلاجة. حاجة كده اللهم بارك. عايزة اقول لكم الفيديو ده هتشموا فيه كده طعم وريحة زمان. وهتفتكروا كمان في بيت العيلة بتاعتكم وهتفتكروا فيه جدتكم او مامتكم وهي بتعمل لكم كده سمنة. وهتفتكروا ذكريات حلوة جدا جدا لان بيبقى البيت كله كده دفى وريحة حلوة. عايزة اقول لكم بكده الفيديو بتاعنا خلص حبايب قلبي. وعايزة افكركم لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش كل الوصفات الجميلة اللي جاية بإذن الله. وما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في الكومنتات. ولو ليكم اي استفسارات باذن الله هرد عليها. ولو عجبكم الفيديو شيروه مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. واستنوني في فيديوهات واكلات ووصفات جديده باذن الله. ومع السلامه.